عليكم. وعليكم السلام. خصوص كرئيس مرحبا ديال بكم. منطقة وقع سيدي السيد البرنوسي، البرنوسي. أكيد كنشوفوا أنه منطقة سيدي البرنوسي وأيضا منطقة عين سبع فرحانين اليوم بهذا الحفل ديال عيد العرش. تقدر تقول لنا شوية على هذه الأجواء اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم بعدا على التغطيه الاعلاميه لهذا المهرجان الصيفي لمقاطعه سيدي البرنوسي. كما كتعرفوا اليوم كنحتفلوا بالذكرى العزيزه على القلوب ديالنا، لا هي ذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى 26 اللي تربوا جلاله الملك على 10 سنين منعمين. مقاطعه سيدي البرنوسي اختارت باش تحتفل بهذا المهرجان هذا بهذا الشاطئ الجميل، شاطئ النحله، اللي عنده واحد الرمزيه عند مقاطعه سيدي البرنوسي اللي كنعبروا عليه على الامجاد ديالنا وعلى المنطقه ديالنا الساحليه. هي رساله لجميع الساكنه ديال البيضاويين والساكنه ديال سيدي البرنوسي باش يجيو يشاركوا معنا هذا الحفل هذا. منطقه سيدي البرنوسي منطقه عندها شريط ساحلي مهم كيمتاز بالفضاء الازرق اللي مسموح به السباحه، والحمد لله اليوم حنا كنرفعوا التحدي وكنشاركوا مع الجمهور ديال مدينه الدار البيضاء وساكن سيدي البرنوسي في هذا النشاط هذا تخليد الذكرى عيد العرش المجيد. المشاركه واحد النوع مهم ديال المغنيين وفنانه وطنيين اللي هما السفراء ديال الدوله المغربيه، ومرحبا بكم في هذا المهرجان الصيفي. الحمد لله كما قلتي منطقه سيدي البرنوسي عندها واحد طفره نوعيه ديال اصلاح البنيه التحتيه. الحمد لله هناك ممرات تفتحات، هما انفاق ان شاء الله تفتحات اتجاه ديال المنطقه ديال الساحليه. يعني الحمد لله حركه السير والجول مقاطعه سيدي البرنوسي اليوم الحمد لله كتعرف واحد الديناميه جديده، وكنبشروا ساكنه البرنوسي بان هناك نفق جديد ان شاء الله يطور الانجاز ديالو هو النفق ديال شركه تيد اللي غادي يكون ما بين القنطره ديال تيد من حي طريق الى شاطئ النحله مباشره، واحد دقيقتين تكون شاطئ النحله باذن الله. مرحبا بكم. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.